الله وبركاته. ازيكم عاملين يا جماعه؟ لازم منك اول حاجه لايك وسبسكرايب في الفيديو وفعل الاشتراك. هنتكلم على الدوري المصري نهائي المحترفين النهارده ال 44 دوري نهائي المحترفين النادي الاهلي المصري. وانت عايز تعرف مين اللي كسب المباراه النهارده؟ الاهلي وسموحه. وانت عايز تعرف المباراه كلها الماتش كامله على مباراه الاهلي ونادي سموحه. نادي سموحه مش عايز اقول لك هم كسبوا كام ولا الاهلي كسب كام، مينفعش اقول لك عشان تسمع كل القصه. اعمل لايك وسبسكرايب على الفيديو وفعل الاشتراك وفعل الجرس، وعايز منك اعمل لايك وسبسكرايب على الفيديو عشان تعمل فيديوهات كتير. وصورنا الفيديو ده رسميا على النادي الاهلي، فيديو رسميا على النادي الاهلي، وان شاء الله فيديو يوصل من اقل 10 لايكات من ضمن اليوتيوبرات. 10 مليون لايك و100,000 مليون مشترك على منصة يوتيوب وعلى منصة انستجرام. يلا خش معايا. النادي الاهلي هو بطل القارة الافريقية وبطل القارة العالمية وبطل القارة الاسيوية وبطل القارة الشرق الاوسط. النادي الاهلي هو بيعملها. النادي الاهلي هو برقم 1 في الدوري، رقم 1 في الدوري. جاب كام بطولة يا عم عمر؟ رسميا خلاص، رسميا الدوري المحترفين اعلنوا رسميا للنادي الاهلي وبطل ابطال المحترفين 44 مرة. النادي الاهلي كسب كام يا عم عمر النهارده؟ هقول لك يا معلم، اعمل لايك وسبسكرايب على الفيديو وفعل الاشتراك. 1-0 ورجل المباراة هو قفشة. ماشي، الماتش كان مباراة، هيبقى فاضي كذا مباراة كده مع الإعلانة كده بقى فاضي المباراة. أيوة بقى فاضي المباراة صحيح، بقى فاضي 3 مباريات وإيه خلاص الأهلي ياخد الدوري، ياخد الدرع يوم يعني النهارده كده. يا رب صل على النبي. هياخد بعدها ب3 ايام هيلاعب زد، وبعدها ب3 ايام هيلاعب انبي، وبعدها ما يلعب 3 ايام هيلعب مين؟ هيلاعب فيوتشر. ده بقى نهائيا رسميا للنادي الاهلي، نادي ابطال افريقيا وابطال القارات هو النادي الاهلي. النادي الاهلي هو 44 ابطال نهائي المحترفين. خلاص فترة 3 ايام ولا اسبوعين ونهني الدوري وناخد اجازتنا. الدوري نهائي المحترفين في دوري نهائي المحترفين. ماشي، ما خلص دوري نهائي المحترفين هنتكلم في ايه؟ بطولة ايه؟ هنتكلم في بقى في بطولة، صح ولا مش صح؟ لا يا معلمهم، هنتكلم في دوري روشن المحترفين. قلت لك اول في اخر فيديو، قلت لك منتخب اما اخلص الدوري انا هذيع دوري روشن المحترفين، دوري روشن السعودي. 6 انتشر 6 نوادي. انا بقول لك عشان تبقى فاهم، بس 6 نوادي و6 انتشر. وكده بقى خلصت الهنت ده. ابقى دخلنا على ايه؟ السوبر الافريقي. هنتكلم على السوبر الافريقي. خلصنا السوبر الافريقي، هنتكلم على السوبر ليج الافريقي الجديد اللي هيضم كل دولة 2 فرقتين. كل دولة يعني مصر والمغرب ومين تاني وتونس والجزائر وليبيا وده والسنغال وده جنوب افريقيا، السودان. ده السوبر ليج الافريقي. ماشي، كأس الكونتيننتال اللي بعديها، كأس الكونتيننتال اللي بعديها. رسميا رئيس فيفا اعلن كأس الكونتيننتال هتتعمل في 2025. ليه؟ عشان ممكن تتعمل السنة دي، ممكن تتعملش السنة. انا بقول لك بالنسبة لي ممكن السنة الجاية. ليه؟ عشان قالوا ورا بطولات، وريال مدريد ورا بطولات، والعين الامارات ورا بطولات، ورا بطولة العربية. يعني مع الميعاد السوبر ليج الافريقي، يعني خلاص السوبر الافريقي بعدها بقى ايه؟ بطولة جديدة اسمها السوبر ليج افريقي.
لازم الاهلي ياخدها، ما خدهاش وهو مش بطل، لازم الاهلي ياخدها. اما البطولة العربية دي فيفا رئيس العربية المتحدة المصرية قالوا لهم تعالوا تشاركوا في البطولة دي. البطولة دي جايزتها كام؟ 3 مليون دولار. 3 مليون دولار جايزتها، المركز الأول. ماشي. سألنا السوبر ليج الأفريقي قالوا لنا 5 مليون دولار. 5 مليون دولار. ده جينا تاني قال لا هتزود تاني، انا خلاها 7 مليون دولار. لا قال ده خلاها 6 مليون دولار. لا بقى خلاها ده بقى الدول العربية خلوها 300 مليون دولار. جايزتها رسميا ده اللاعب اللي بقول لك على 3 مليون دولار اللي جايزته هو اللاعب او النادي هو اصلا 30 مليون دولار. او البطولة دي هي جايزتها اصلا 25 مليون دولار. 25 مليون دولار. ده عامل زاوية اللعيبة وده عامل زاوية اللعيبة. يعني لو جايزته ما تجيب وده جايزته ما تجيب. فهمتني ازاي؟ بس عشان انت بتفهم بردك البطولة العربية والسوبر ليج الافريقي، انت ما فاهم. انت ما فاهم في السوبر ليج الافريقي وفاهم في البطولة العربية. حد من الدوري المصري هيشارك في البطولة دي؟ انا بقول لك لا. البطولة العربية وانت عارفين البطولة العربية كبيرة. عارفين البطولة دي رسميا خلاص لبطولة عربية للدوري المصري. الدوري المصري حد هيروح البطولة دي؟ انا بقول لك تقريبا ممكن يروح، ممكن من الزمالك، ممكن من بيراميدز، ممكن من فيوتشر، ممكن من زد، ممكن من اتحاد السكندري. انا بقول لك رسميا بقول لك لا. انا بقول لك لا. فين الدوري المصري؟ فين الدوري المصري يا صاحبي؟ ركز معايا. ده النهارده منتخب مصر خلص 6-0 من المغرب. انت عاوز ايه؟ انت عاوز ايه؟ والله العظيم وكتاب الله فضحتنا النهارده بالجلاجل. 6-0. انت بتتوقع على ايه؟ 6-0. ده بقى نادي قوي، نادي اقوى، منتخب اقوى. احنا بنلعب موديال باريس 2024 وفرنسا ما عملتش. صدمنا. 6-0. منتخب مصر اللي خسر من فرنسا 3-0 اللي هو اقوى دولة في العالم مع الارجنتين، ويخسر من المغرب 6-0 ويخسر من فرنسا 3-0. ايه ده؟ احنا خسرنا، احنا كسبنا على روسيا 2-1. يعني ما نوصل نص النهائي نكوع، نوصل النهائي نكوع. ايه البطولة بتاعتنا السوبر كأس عاصمة الإدارية بتاعتنا وخسرناها، كأس أفريقيا وخسرناها ورا بعض. كأس خسر 6-0 ليه يا عم؟ ما انا اقول لك ركز معايا، ركز معايا. ده انا بقول خلاص بقى 6-0، ممكن 6-1، ممكن 6-2 يا عم عادي، ممكن نجيب هدف. منتخب مصر ما سجلش هدف. منتخب مصر ما سجلش ولا هدف في المرمى. ده محمد الشناوي هيصد الكور دي. ده زنفولي على زنفولي هيشيلها، ولا مصطفى شوبير. ايه عشان خلاص النادي الاهلي قال لكم لا مش عايزين نودي امام عاشور عندكم، ولا هاني ولا عبد المنعم ولا ده وده ده. ايه ركز يا منتخب مصر. انت مش ما تفكرش وانت احسن نادي في العالم. ما تفكرش انت احسن نادي في العالم. اعمل لايك، سبسكرايب في الفيديو، وفعل الاشتراك. كده خلصنا الفيديو بتاعنا، كده خلصنا فيديوهاتنا. يا رب منتخب مصر ربنا يخسر طول العمر. انا عاوزه يخسر من طول العمر ان شاء الله. باي باي يا مغرب، الف مبروك للمغرب، وتحيا المغرب، تحيا المغرب، الف مبروك يا مغربيين. الف مبروك ليكم على البرونزيه مش عايز والله العظيم. انا باقي النهارده بص مخنوق منكم. كده خلصنا الفيديو دي النهارده، خلصنا مونتاج، خلصنا تصوير،
خلصنا كل حاجة النهاردة. ألف مبروك للنادي الأهلي، وألف مبروك المغرب، وألف مبروك السيراميكا كليوباترا في كأس الرابطة المصرية. كده خلصنا الفيديو، كده خلصنا حكايتنا، كده خلصنا قصتنا، كده خلصنا تصوير، وكده عرقنا وتصوير عالي. اعمل لك سبسكرايب في الفيديو، فعل الاشتراك. يلا سلام وباي باي. طول عمره فوق فوق دايما معاه روحنا فينا، وفي أي مكان بنروح وراه. من تالتة شمال بنسيبان، وبعلى صوت دايما بنشجع الأبطال. فريق كبير فريق عظيم، أديله عمري وبرضه قليل.